صلي وسلم على سيدنا محمد على ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. عسلامة، مرحبا بكم في نهار جديد وبرا جديدة. اليوم ان شاء الله برتنا باش تكون قرع اخضر محشي في الكوشه. سبقنا وحضرنا ناخذوا القرع بطبيعه مغسول، نحيو لها الزيت هذايا نتاعها. بالطبيعه انتم ونوعيه القرع مختلف القرع، اما هنا عندي القرع هذا نمشيو هكايا بالطول ونعملو هكايا، ونرشوا عليهم رشه ملح وشويه زيت من الفوق ونخليوهم المهم شطلين معانا اللحمه هذيا تقريبا 180 درجه، تقريبا 15 20 دقيقه. خليه يتقلى. لهنا قلينا البصل والثوم، نحطوا كميه اللحم مفروم، نشوحوا اللحم المفروم نتاعنا بشويه تبلو كرويه، فلفل احمر، بالطبيعه نعملوا رشه نعناع. في اللحظة هذه نجموا كان تحبوه اختياري نزيدوا شوية بندق للي يحبه. هنا عندنا معدنوس ونطفيو الغاز نتاعنا، نخليو المعدنوس نتاعنا هكايا يبرد حتى يحضر القرع نتاعنا. المهم كي نعملوا بالسكينة هكايا باينة يعني سهل تنحيتها، ونسكروا على الكوشة نتاعنا ونخليوهم يبردوا شوية. نحيتوا شوية كيما تشوفوا هكايا. نحنا فوحنا اللحم المفروم، باش نزيدو هنا رشه فلفل اكحل، رشه ملح، رشه حبقه، ونخلطو مغرفتين جبن مرحي، كعب عظم. وكان مستحقين نجمو نزيدو واحده اخرى، زدت عظمه اخرى هنا، يعني كل عظمتين خبز مرحي، الكعبات القرعه نتاعنا، شويه موتزاريلا، ونحطو طبق نتاعنا في الكوشه على درجه حراره 180 درجه تقريبا 20 25 دقيقه. وكانت هي تبارتنا اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما بقى كان نقولكم في دبار اخرى وبسلامه.